شيرين خرجت من المستشفى وطمنت الناس عليها، والقريبين منها قالوا إنها مع حسام حبيب وبناتها. اتخلت عن أخوها وبعدت عن أمها. أخوها قال: حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا شيرين، تطردي سواق بقاله 22 سنة معاكي وتمشي مدير أعمالك الراجل المحترم عشان خاطر ترضي لوسي ابن طنط فكيهة. أيام طويلة مرت على قصة شيرين عبد الوهاب الأخيرة، واللي ارتبطت بدخولها المصحة النفسية في بداية شهر أكتوبر اللي فات، وده بعد خلافها مع أخوها محمد عبد الوهاب اللي حاول يعالجها من الإدمان. وبعد فترة قربت من الشهر خرجت الفنانة اللي مشاكلها كتير ووجهت رسالة لجمهورها. رسالة شيرين عبد الوهاب اللي جت على لسان ياسر قنطوش محاميها، قالت فيها: الحمد لله أنا بقيت كويسة، وعايزاك تقول للناس إني كويسة، وعايزاك تطمن الناس عليا وتشكر الناس اللي كانت بتسأل عليا وكل الوسط